تاني شي بعتذر كثير على الغياب. تالت شي، بعتذر اني عم بحكي بهذا الموضوع بوقت ما بيحق لي احكي بالفن، بوقت ناس عم بيرحلها شهداء وعم بيرحلها جرحى، وانا عم بحكي عن الفن بس انه هاي مهنتي وهذا سبب وجودي بالحياة. بالنهاية مثل العادة السبب الأساسي هو خنزرة إخرايل. و ما بعتقد انه المشاريع الفنية اللي كنت عم بشتغل عنها قريبة بقى. بحضر كتير منها وعم يتحضر كتير منها وإلى آخره، بس والله لا لجلادة ولا لي خلق ولا لي نفس إني أقوم أشتغل بوضع الحرب وبظل هذا الحرب المريب يعني. وبعرف إنه هذا ألبومي الأول وبعرف قد شي مهم بحياتي، بس تعودت. كنت عم جرب أقوله من كل محصلة إنه ما بعرف ليه كسوري أنا كل حياتي متأثر بالأمور الإقليمية، بس مؤخرا فهمت ليه أنا دائما بدي ينضرب أي شيء مشاريع بحياتي وجيلنا بده يتعزى من كل اللي عم بصير. فهمت إنه في دولة عاهرة مصرة تدمرنا وتدمر الجيل الجديد وتدمر الجيل اللي قبلنا، يعني دولة كل التقييمات بتدل والتصنيفات بتدل على انه هي دولة عاهرة. وبالكم ما تعتادوا المشهد، في ناس ماتت بلبنان، في ناس ماتت بفلسطين. اذوا عالم كتير واذونا على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي وعلى جميع الاصعدة. آه، خلينا نحس بأكتر بالناس، أكتر بالأذى، أكتر شي يعني حرب. مش ريل على انستغرام هذا اللي عم بصير، مش شي عم نقلب ونتفرج وخلص ونتسلى. هذا شي أكبر من هيك بكتير. بحبكن كتير وبعتذر على الغياب ويقبرني ربكم.